السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا أصدقائنا. عسلامة. عسلامة، نورت لبس الدنيا. عليك. الله يخليك، يا أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلا بيك. عاملة إيه؟ الحمد كله لله. كويس؟ شنو أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ سارة؟ لا بخير. في البداية أحب أعرفكم بأستاذة سارة سريعا في كلمة ونص كده زي ما احنا بنقول بالمصري. أستاذة سارة الحاجي هي من تونس. مربية أطفال لأكثر من 19 سنة. تمتلك ومديرة روضة أطفال لأكثر من 16 سنة. هي سيرتيفيكيت في من أماكن معتمدة كتيرة جدا 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 عن الطفولة وعن التربية، وعندها الكتير جدا النهاردة. فاحنا نحاول نستغلها ونستثمر الوقت ونستغل كل دقيقة معاها. واللي عنده أسئلة في النهاية هنكون مع بعض في وقت مخصص للأسئلة. اللي عايز يسأل أستاذة سارة يا أهلا وسهلا. مرحبا. وسهلا. أهلا أستاذة سارة. مرحبا يا أستاذ أحمد. يا أهلا شرفتني. وسهلا. لي شرف أني نتواصل معك. يا ربنا نورت يبارك تونس. فيك. حتى بالديريكت. ربي الله يخليك إن يخليك. شاء الله، وشكرا على الله ثقتك يجزيك. بي إن شاء الله. ربنا يخليك. إن شاء الله عايشة. رب العالمين تكون عايشة. النهارده حلقة من أقوى الحلقات بإذن الملك. يا رب. احنا بنتكلم يا جماعة على موضوع هو يهم كل واحد واحدة مننا، سواء مهم. كبير أو صغير، سواء كان تزوج أو لسه. أي. آه، آه، فالموضوع ده مهم جدا، وهو ايه؟ احنا هنتكلم على الطفوله باختصار شديد جدا. احنا حطينا عنوان صغير استاذه ساره قالت لنا مهم. عليه. احنا هنقول ايه؟ نحو طفوله افضل. يعني الفيديو ده او اللايف ده احنا هنتكلم على نحو طفوله افضل. لو انت عندك ابن، لو انت عندك بنت، لو انت لسه متجوز ولسه هتخلف، او جاي لك مهم. بيبي في طريق، او لسه ان شاء الله رب العالمين ربنا هيكرمك قريب، او بتفكر حتى لسه في موضوع الجواز، او لسه بتفكري في انك تتزوجي، فالفيديو ده واللايف ده هو ليك. مهم. الفيديو ده صحيح. واللايف ده هو ليك، فركز معانا صحيح. لاخر دقيقه وخليك صحيح. منصف جدا. ولو حد عنده اي سؤال، حد عنده اي استفسار، يكتب في التعليقات واحنا هنحاول نقرا ال الكومنت بتاعكم ونجاوب بس في النهايه عشان نكون متفقين. اهلا أي. وسهلا استاذ سارة. نورت الدنيا. عايشك بنورك، عايشك. الله يخليك. طبعا بما انك ليكي عمر كبير، وان كان يبدو عليك ان سنك صغيره، يعني الا بعض الناس ممكن ما عايش. يصدقوش ازاي شغاله بقى لها 19 سنه في المجال. شكلها ما شاء دخل الله لسه منزله. دخل. عايشك، الله يبارك لك الله من نورك. دخلت يخليك. الدومين صغيرة. قطع الطفولة دخلت لها صغيرة، بحب غرام. عطيت للطفولة وما زلت نعطي. لو ما كنتش نحب الطفولة ما نوصلش، الحمد لله يا ربي. وكنت ديما تمام. لآخر لحظة أني نبحث كل ما هو جديد على ما يخص الطفولة، نطالع. نعمل علاقاتي كما معاك ما شاء الله أخصائي نفسي. كنت ما شاء الله ديما نتبع فيك، موسوعة من العلم والعطاء. أستاذ ربنا أحمد، يبارك. الله يشرفني يبارك. أنك تكون من أصدقائي، ويشرفني أني نكتسب منك ديما المعرفة وكل ما ربنا يخليك. يخص علم النفس والطاقة واللاوعي والعلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية. والحمد لله يا ربي. ان شاء الله باذن الله. عايشك. ان شاء الله باذن الله. في عايشك ناس الله تحت يخليك. كده انا عمال اشوف الكومنتات بتظهر عندك ولا لا؟ شوية مش باش نشوف. اه يعني به. في ناس كده قاعدين بيرحبوا بيكي واحلى سبوره ومنوره يا سبروره، وقاعدين بيعكسوكي في معاكسات كتيره جدا من صديقاتك. فحاولي تشكريهم. شكرا. اهلا وسهلا بيهم عايشكم جدا. الكل، عايشكم، شكرا، عايشكم. خلينا نروح لاول نقطه سريعا وندخل في الموضوع على طول. آه ما هي مراحل الطفوله؟ أي. أستاذ الموضوع أحمد، ده مهم أول. بالنسبه للناس. اتفضل. أي. دخلة قوية. مراحل الطفولة، قبل ما نحكي على مراحل الطفولة نجم نقولوا ما معنى خصائص الطفولة، أو نحاول نفسره بإيجاز ما معنى خصائص الطفولة ولا مميزة الطفولة، اللي هو نلاحظها من أول ما يتولد الطفل أن عنده خصائص نكتشفها في الطفولة. مثل تمام. مثلا نقولوا الفضول. الطفل من الفضول. أول ما يتحرك عنده اكتشاف أو حب التطلع أو المعرفة، أو حب اكتشاف كل ما حوله. حاجة أخرى اللي هي مهمة ونلاحظها من اللي تولد الطفل هو إثبات الذات. اكتب وراكي. يعني في بعض الحاجات يا جماعه، لو حد يا ريت لو حد معاه ورقه وقلم او يحاول يجيب ورقه وقلم علشان
تدون الكلام ده، حاول ان انت تجيب ورقه والقلم. معايا الورقه والقلم بتاعه اهو، تمام. فانت لو في معلومه ممكن تفرق معاك، في مقوله بتقول الحبر الباهت اقوى من الذاكره المضيئه. لو في معلومه انت سجلتها تعرف ترجع لها، انما المعلومه اللي في العقل احيانا ممكن تنساها، او بمشغولات الحاليه ممكن تتوه منك. فحاول تكتب ورانا لو في حاجه ان شاء الله باذن الله. تمام، اتفضلي. قلنا إن شاء الله يكون الصوت واضح. قلنا أول حاجة نلاحظها على الطفل هو إثبات الذات، أن يحب الطفل يثبت ذاته من اللي هو بيبي أو رضيع، ثم يحب يثبت، يحب يلفت الانتباه، يحب يقول أني راني موجود، تلفتولي الهوبية، أعطوني قيمة، راني كائن حي موجود ذات إحساس، ذات رغبات، ذات شعور. النقطة الأولى هذه إثبات الذات، اللي هو لازم على كل ولي يعزز إثبات الذات أو حضور الذاتي للطفل. النقطة الثانية هو الفضول. ما معنى فضول؟ أن الأطفال كلهم عندهم حب البحث، حب الاستطلاع، حب البحث، حب المعرفة، حب المعرفة. صحيت من هو يعني أنا في حاجات بتكلم فيها كده، بقول الحتة المصرية، فعشان هنا الناس من مصر يبقوا متواصلين، وطبعا التوانسة فرحانين بيكي، فاحنا بنحاول نقرب المسافات. كي تكون الكلمة مثلا مشيت ياسر تونسي حاول فسرها. النقطة الثالثة هي الحركة. أنا لاحظوا على الطفل من أول ما يتولد يحب الحركة، يحب يرفع راسه، يحب يتحرك، يحب ينطط، يقول المصري يقفز، يجري. أنا أصلا من طبع الطفل من خصائص الطفولة ما يرتاحش في مكان واحد أكثر من ربع ساعة أو 10 دقائق، تلقاه حرك الرجل هذه، حرك اليد هذه، الرأس يمين يسار. معناه معروف على الطفل هو الحركة. تمام جدا. نقطة أخرى هو القدرة على التكيف. ما معنى تكيف؟ يقول بياجي علم النفس أن الذكاء أين يكتشف؟ وقت اللي يكون الطفل عنده قدرة على التكيف. أن الطفل اليوم نحطه في حضانة، أو السنة هذه نحطها في حضانة أو روضة، السنة اللي بعدها نحطها في روضة أخرى، وقادر يتكيف بين الروضة هذه والروضة الأخرى. يعني نحطها تو في المجموعة هذه يندمج. تفضل. هقطع كده واقول حته. الطفل هو مثال واضح جدا للايجابيه والتاقلم اكتر مننا ككبار. يعني دايما احنا حتى لما بيكون في جلسات او في